التقليه ولا الدواره كما كتسموها في البلاد ديالكم. المهم انها كتجي بنينه بهذه الطريقه واسهل منها ما غاداش تلقيها، والريحه من عندي ما كايناش ومضمونه 100%. بسم الله غنبداو على بركه الله. فغادي ناخذ واحد الكوكوط، درت شويه ديال زيت المائده حتى سخنات، ضفت الدواره اللي بطبيعه الحال انايا كنخلط ما بين التقليه كامله، يعني الدواره كامله كناخذ منها شويه 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 وكنسلقها مزيان. البنات كنقوها كنسلقوها في الملحه والحامض، كنقطعوها وكنضيفوها كما كتلاحظوا، كنديروا لها شويه ديال الملحه والخرقوم ولا التصفيره، كنشحروها مزيان مزيان حتى كيتبدل لها اللون ديالها، كتولي ماشيه الحموريه. كنديروا لها جوج بصلات اللي هما مشلضين مزيان في الهاشوار، ضفت معلقه صغيره تاع الكمون، معلقه صغيره تاع السكنجبير، معلقه صغيره تاع الابزار. كنشحروا نفس المقادير حتى كيتشحروا مزيان مزيان. كنضيفوا واحد مطيشه اللي كما تلاحظوا حتى هي ريحتها في الهاشوار بحال الا محكوكه، معلقه كبيره ديال مطيشه ديال الحك ولا مركز طماطم، وكنضيف الماء وكنسد عليها واحد 45 دقيقه على عافيه اللي هي مهيله حتى كتخرج هاد النتيجه هادي. وكنضيفوا الزيتون، تقدروا ديروا الزيتون الاحمر اللي كيجي معاها بنين. هنايا ضفت هاد الزيتون، وبطبيعه الحال ما نساوش الحامض والحار، كتجي على هاد الشكل. شوفوا معايا الختوريه راه ما شاء الله. ما تنساونيش من اللايكات، ومرحبا بكم في القناه ديالي.